السلام عليكم طلاب الصف الثالث الاعدادي. عاملين ايه؟ وحشاني جدا. النهارده ان شاء الله هنبدا ان احنا نحل مع بعض التدريبات اللي موجوده على الدرس الاول. طب يا مستر احنا هنقضيها حل تدريبات بس؟ اقول لك لا، ده احنا هنحل تدريبات، وكل سؤال واحنا بنحله هنقول ليه اخترنا الاجابه دي بالتحديد، ايه السبب اختيار الاجابه. طيب ماشي يا مستر، ده كويس. طب هل هتحل لنا التدريبات بتاعتك انت بس؟ اقول لك لا، ده كمان هحل تدريبات كتاب الامتحان. يعني معنى كده انا معاك جوه الكتاب، معاك بره الكتاب، هتلاقيني موجود هنا مالكش حاجه. ان شاء الله مش هنسيب ولا سؤال غير لما نحله، ومن الاخر هنبدا ان احنا نفهم دراسات مش نحفظها. اول سؤال عندنا في الاسئله بيقول: اولى دول العالم انتاجا لقصب السكر تقع في نصف الكره. انا في الاول لازم اكون عارف ان اولى الدول في انتاج قصب السكر هي البرازيل. طيب البرازيل موجوده عندي الاول في قاره امريكا الجنوبيه. يعني معنى كده مثلا هي موجوده فين؟ اقول لك موجوده في الركن الجنوبي. يبقى انا عندي في الركن الغربي. موجوده فين؟ في الركن الغربي. ماشي. طيب لما اجي بعد كده بص على السؤال الثاني، بيقول لي اولى دول العالم انتاجا للقمح تقع في نصف الكره، في نصف قاره ايه؟ هي اولى الدول انتاجا للقمح اصلا الصين. فبالتالي الصين انا فاكر يا مستر الصين الترم الاولاني كانت موجوده في قاره اسيا. اقول لك برافو عليك. يبقى انا عندي اولى الدول انتاجا للقمح موجوده في قاره اسيا. طب اولى قارات العالم انتاجا للذره تقع في نصف الكره. في النقطه دي بقى احنا بنيجي نتكلم في الاول، انا عندي نصف الكره ده هي موجوده في قاره ايه؟ اقول لك ان اولى الدول انتاجا للقمح هي الولايات المتحده الامريكيه اللي موجوده في امريكا الشماليه. يبقى انا عندي كده هي بتقع في الشمال الغربي. يبقى انا عندي موجوده في الشمال ايه؟ الغربي، اللي هي الولايات المتحده الامريكيه او قاره امريكا. لو اتكلم على القارات فهي قاره امريكا ايه؟ الشماليه. المحصول الثاني لانتاج السكر. اقول لك ايوه. نيجي في الحته دي بقى ونتكلم احنا الاتنين مع بعض. ايه هي؟ قال ان السكر مش كونه بيطلع من القصب. انا عندي سكر بيطلع من القصب وعندي سكر بيطلع من البنجر. فمعنى كده ان عندي محصولين اسمهم محاصيل سكريه، لان بنتج منهم السكر اللي هم قصب السكر والبنجر. فانا عندي هنا المحصول الثاني لانتاج السكر بالعالم تنتج معظمه انتاجه قاره ايه؟ انا عندي السكر بينتج من القصب، والقصب موجود عندي في كل قارات العالم ما عدا قاره اوروبا. يعني ممكن الاقيه في اسيا، انتجه في افريقيا، انتجه في امريكا الشماليه، في امريكا الجنوبيه، لكن ما بلاقوش موجود في اوروبا. والسبب هنا ان الظروف المناخيه لانتاج قصب السكر غير ملائمه لاوروبا، مش موجوده في اوروبا. هو بيحتاج درجه حراره تكون مرتفعه شويه وميه غزيره. يعني بيحتاج ميه كتير ويحتاج درجه حراره تكون مرتفعه، ودول مش موجودين في اوروبا كتير. فبالتالي ما بيكونش موجود قصب السكر، على العكس البنجر بيحتاج ان يكون درجه حراره معتدله. فبالتالي اكتر قارات العالم انتاجا ليه هي قاره اوروبا. فانا عندي هنا اكتر القارات انتاجا ليه هي قاره اوروبا. اكبر دوله منتجه للسكر هي دوله تقع بالكامل في نصف الكره. بقول في نصف الكره الغربي، اللي هي دوله ايه؟ البرازيل. بعد كده عندنا السؤال رقم 6 بيقول: تحتل الصين والهند المركز الأول عالميا في إنتاج القطن ويقعان في قارة، طبعا معروف الصين والهند موجودين عندي في قارة آسيا. يبقى أنا عندي الإجابة هنا هتبقى قارة إيه؟ آسيا. نيجي بعد كده ونتكلم على السؤال رقم 7: القارة التي تحتكر إنتاج القطن طويل التيلة. نيجي هنا بقى في النقطة دي، أنا عندي قارات العالم بينتجوا قطن عادي تمام، لكن القارة اللي بتنتج القطن طويل التيلة هي قارة افريقيا. ليه؟ قال لي عشان قاره افريقيا القطن طويل التيله ده موجود عندي في مصر وموجود عندي في السودان. يبقى لو جه قال لي بما تفسر اهميه انتاج مصر والسودان للقطن، بقول ان مصر والسودان من الدول التي تنتج القطن طويل التيله. فبالتالي عندي قاره افريقيا هي قدرت تكسب النقطه دي في ان هي تنتج القطن طويل التيله. يكاد ينتج محصول الشاي من قارة، طبعا الشاي احنا عارفين اساس الشاي عندي هي الصين، واكبر دولة منتجة للشاي هي الصين. فبالتالي انا عندي يعتبر انتاج العالم معظمه بيطلع للشاي من قارة ايه؟ اسيا. تتمركز زراعة المحاصيل ذات الطابع الخاص في قارة اسيا برضو.
الشاي عندي موجود في اسيا، عندي المطاط برضو بيتم انتاجه من قارة ايه؟ اسيا. نيجي بعد كده للسؤال رقم 10. قال لي ارتبط استقرار الانسان على سطح الارض بحرفة. دي بقى النقطة اللي احنا عايزين نتكلم فيها برضو. انا عندي الانسان زمان كان بيتنقل بحثا عن الغذاء. يبقى الانسان في الاول خالص بيتنقل من حتة لحتة، كل اللي همه ان هو ياكل بس، لا بزرع ولا بصنع ولا بعمل اي حاجة. انا قاعد في الحتة دي باجي ادور على اكل، خلصت الاكل اللي هنا اسيب المنطقة دي واروح المنطقة دي بحثا عن الغذاء برضو. فبالتالي الانسان زمان ما كانش بيدور على حرف لحد ما عرف الزراعه، ومع معرفته للزراعه عرف الاستقرار. يبقى الحرفه اللي ارتبطت باستقرار الانسان قديما من 5000 سنه كانت هي حرفه ايه؟ الزراعه. تتشابه الزراعه البدائيه مع الزراعه الكثيفه في الاجابات اللي هو مديها لي: تعدد العمليات الزراعيه، توفير الاحتياجات المحليه، الاحتياج للايدي العامله الوفيره. طيب انا عندي اللي بيتشابه ما بين الاثنين ان الاثنين سواء البدائيه او الكثيفه الهدف منهم توفير الاحتياجات المحليه فقط. ليه؟ انا عندي في الزراعه البدائيه الهدف منها ان انا اوفر الغذاء المحلي، اهل البلد اللي انا عايش فيه هيلاقوا اكل ياكلوه، لكن لا بفكر ان انا تاجر ولا بفكر ان انا اوزع لبلاد ايه حواليا. طب في الكثيفه قال لي هي نفس الفكره، الهدف منها برضو ان انا بوفر الاكل اللي اهل البلد ياكلوه، بس هنا بتتسمى كثيفه لان بزرع الارض بشكل مكثف اكتر من مره في السنه. وده بيكون لسببين: اول حاجه زياده عدد السكان، اللي عندي عدد سكان كتير. تاني حاجه صغر مساحه الارض ايه؟ الزراعيه، فانا محتاج ان انا ازرع الارض اكتر من مره عشان اكفي احتياج السكان اللي موجود عندي. السؤال رقم 12: من اهم المحاصيل الالياف. محاصيل الالياف عندي مهمه لان بتدخل في صناعه المنسوجات، الهدوم اللي بنلبسها، السجاد، الحاجات دي، فدي اسمها صناعات المنسوجات. تمام. الالياف عندي هي القطن. بعد كده السؤال رقم 13 بيقول لي من المحاصيل ذات الطبيعه الخاصه. المحاصيل ذات الطبيعه الخاصه انا عندي اكتر من محصول، زي المطاط، عندي الشاي، عندي البن. دي كده محاصيل ذات طبيعه ايه؟ خاصه. تنتشر الزراعه الكثيفه في المناطق. الزراعه الكثيفه عندي اللي هي بتتزرع اكتر من مره، قال لي دي موجوده في منطقتين: في المناطق الحاره والمعتدله. فبالتالي هي موجوده عندي في المناطق الحاره وايه؟ والمعتدله. مصر من اشهر الدول الافريقيه في انتاج محصول، لسه قايلين من شويه قلنا مصر من اشهر الدول الافريقيه في انتاج محصول القطن. نيجي بقى نكمل. اول سؤال عندي بيقول ايه؟ تعتبر الزراعه مصدر، هقول له الغذاء. يبقى انا عندي الزراعه هي مصدر غذاء. طبعا انا اول حاجه بالنسبه لي باكل انا، تمام، مصدر غذاء للانسان، مصدر غذاء للحيوان زي مثلا الذره، تمام. عندي كمان بتساعدني على تربيه الحيوانات، فاول حاجه بالنسبه لي للزراعه هي مصدر للغذاء. بعد كده من امثله الالياف نقط تدخل في صناعات المنسوجات، عندي القطن. يدخل نقط في صناعه الاطارات، السيارات. يعني السؤال ده لما يجي لي باكتر من صيغه، بما تفسر اهميه محصول او اهميه نبات المطاط، تمام، بما تفسر او ما العلاقه بين المطاط وصناعه السيارات. فبقول له اللي بيدخل عندي في صناعه اطارات السيارات هو محصول المطاط. يعتبر نقط من المحاصيل ذات الطبيعه الخاصه، عندي الشاي. مش ينفع بقى اقول المطاط وراها المطاط على طول، فرق ايه؟ نعدل يعني، نخليها واحده شاي واحده مطاط. من محاصيل الحبوب الغذائيه، محاصيل حبوب غذائيه هم اتنين، عندي القمح، الذره. من محاصيل السكريات برضو عندي اتنين: قصب السكر، رقم 2 بنجر السكر. من الأنشطة الاقتصادية البدائية الزراعة عندي بقسمها لنوعين. طب الزراعة عندي بقسمها نوعين ايه؟ قال لي بدائية والزراعة المتقدمة. يبقى انا عندي الزراعة بقسمها نوعين، اللي هي الزراعة البدائية وعندي الصناعة المتقدمة اللي هي العلمية. ماشي؟ طيب تنقسم الزراعة المتقدمة إلى نوعين برضو. عندي المتقدمة دي بقول عليها يا إما كثيفة،
تمام، يا اما علميه. هل في فرق بين الاثنين؟ اقول لك الكثيفه اللي احنا قلنا عليها من شويه هي زراعه الارض بشكل مكثف، بزرع الارض اكتر من مره في السنه. لكن العلميه، الزراعه العلميه دي انا بستخدم فيها اساليب علميه حديثه، بقدر ان انا استخدم فيها الالات الزراعيه الحديثه، وكمان بيبقى الانتاج بتاعها محصوله كبير. يبقى الهدف من الانتاج ان هو يكون محصول كبير بستخدمه عشان اكفي بيه الاحتياجات الداخليه بتاعتي كمحلي، وكمان الفائض للتصدير. يبقى الهدف الرئيسي عندي هنا هي عمليه التصدير في الزراعه العلميه. تسمى الزراعه العلميه بالزراعه التجاريه. تسمى الزراعه العلميه التجاريه بالزراعه، ما هي احنا كاتبينها هنا المفروض اللي هي الزراعه التجاريه. تمام. طيب هنا بيقول لي تعتبر الحبوب الغذائيه، معلش احنا هنشطب بقيه السؤال. من الحبوب الغذائيه الذره. يعتبر قصب السكر مصدر نقط لإنتاج السكر، مصدر رئيسي. لكن بنجر مصدر ثانوي. تتميز الزراعة البسيطة نقط المساحة المزروعة، صغر حجم. المساحة البسيطة الزراعة البدائية، تمام، أو الزراعة البسيطة، الزراعة الكثيفة، الاتنين المساحات فيهم صغيرة. الزراعة العلمية هي المساحات فيهم ايه؟ بتكون كبيرة. يبقى انا عندي الاثنين هتبقى المساحة صغيرة او صغر ايه؟ الحجم. نيجي بعد كده يزرع القمح في نقط القارات. هنا هنقول ان القمح وعايز القارة اللي بيتزرع فيها القمح هي قارة اسيا، لكن الذرة عندي موجود في قارة امريكا الشمالية. يستخرج المطاط الطبيعي من عصارة الغابات الاستوائية. يبقى انا عندي المطاط اللي قلنا بيدخل في صناعة السيارات، انا بجيبه اصلا من خلاصة ايه؟ الغابات اللي موجودة عندي، او اللي هي الغابات الاستوائية. يعتبر الموطن الاصلي للشاي الصين. تعتبر اشجار الشاي اشجار ذات طبيعة خاصة. تنقسم الزراعة، لا ده السؤال ده غلط مش علينا. تعتبر قارة آسيا أكبر قارات العالم إنتاجا للمطاط. تعد قارة نقط أكبر قارات العالم إنتاجا للذرة. قلنا أمريكا الشمالية. طيب وأكبر دولة للإنتاج الولايات المتحدة. تعد قارة نقط أكثر قارات العالم إنتاجا للبنجر أوروبا. وتعد دولة نقط من أهم الدول الأوروبية إنتاجا فرنسا. أكبر دول العالم إنتاجا للمطاط عندي أندونيسيا. اليام والكثافة من محاصيل الزراعة البسيطة. تعد دولة نقط من أكبر الدول المنتجة للقمح. الصين في آسيا. آسيا ينقسم النشاط الزراعي بها إلى نوعين، زراعة إيه وإيه؟ بقول له في آسيا أنا عندي الزراعة الكثيفة والعلمية. يبقى أنا عندي في قارة آسيا القارة موجود فيها النوعين بتوع الزراعة، الزراعة البسيطة، الزراعة الكثيفة قصدي، والزراعة إيه؟ العلمية. التعريف، عندي تعريف الزراعة الكثيفة قلنا عليه من شوية، هي زراعة الأرض بشكل مكثف بهدف الاكتفاء المحلي. يبقى عندي تعريف الزراعة الكثيفة زراعة الأرض بشكل مكثف بهدف الاكتفاء المحلي. طب العلمية عندي هنا بقى استخدام الأساليب العلمية
في الزراعة والآلات بهدف التصدير. يبقى انا عندي الفرق ما بين الزراعه الكثيفه انا بزرع الارض اكتر من مره، بزرع الارض بشكل مكثف اكتر من ايه؟ من مره. لكن الزراعه العلميه انا بزرع الارض في مساحات كبيره، بستخدم الات زراعيه حديثه، بستخدم الاساليب العلميه، والهدف منها بيكون التصدير، يعني التجاره اكتر. بما تفسر مارس الانسان الانشطه الاقتصاديه البدائيه في الماضي ليه؟ للاكتفاء، تمام، وتوفير الغذاء. يعد النشاط الزراعي من الأنشطة الاقتصادية الأساسية. بقول رقم 1 مصدر للغذاء، 2 مصدر لمعرفة الإنسان الاستقرار. يعني أنا لو ما عرفتش إن في زراعة ما كنتش استقريت أصلا، وده اللي إحنا عايزين نكون عارفينه كأساس، إن عندي الاتنين مرتبطين ببعض. الاستقرار بتاع الإنسان ارتبط بحرفة إيه؟ الزراعة. تتميز الزراعة التجارية بالتخصيص في محصول واحد. الهدف هنا لزيادة الإنتاج. يبقى أنا هنا استخدمت أو هنتج محصول واحد عشان أقدر أنتج منه كمية إيه؟ كبيرة. نيجي بعد كده شهرة أوروبا بإنتاج السكر من البنجر. بقول لأنها أولى قارات العالم في إنتاج البنجر. طيب نيجي بعد كده ينتج قصب السكر في معظم قارات العالم ما عدا قارة أوروبا. بقول بسبب عدم توافر فرص المناخية. الفرص المناخية بتاعته مش متاحة في قارة إيه؟ أوروبا. صعوبة استخدام الآلات والمكانات الزراعية في الزراعة الكثيفة. بقول بسبب النقطة دي يا ولاد، عايزين بس ايه نفهمها الأول مع بعض. احنا قلنا من شوية الزراعة الكثيفة بتبقى مساحة الأرض ضيقة، مساحة الأرض صغيرة، تمام؟ فبالتالي أنا مش هقدر إن أنا أستخدم الآلات الزراعية الحديثة، الآلات الزراعية الكبيرة اللي موجودة الضخمة اللي موجودة دلوقتي. فصعوبة استخدام الآلات الزراعية هنا بقول بسبب صغر حجم المساحات المزروعة. توجد الزراعة التجارية في نطاقات زراعية محددة، تمام؟ ليه؟ بقول عندي هنا السبب اللي خلى ان الزراعات التجارية دي تكون موجودة في دول او في نطاقات محددة، تمام؟ ان هي مش كل دول العالم موجود عندها ايه؟ الاوبشن بتاع ان انا اقدر ان انا ازرع بالزراعة العلمية، تمام؟ لان انا بكون محتاج مساحات واسعة، تمام؟ تاني حاجة استخدام الآلات الزراعية ايه؟ الحديثة والاساليب العلمية. يبقى انا عندي هنا بقول لانها تحتاج الى مساحات واسعة واساليب علمية حديثة. القطن المصري والسوداني من اجود انواع القطن في العالم. قلنا طبعا دي في اول الاسئله خالص، بسبب انتاج القطن اللي هو نوعه طويل التيله. بقول لانتاج قطن طويل التيله. ما النتائج المترتبه على صغر المساحات المزروعه في مناطق الزراعه الكثيفه؟ ايه اللي حصل لما بقيت ازرع مساحات صغيره في الزراعه الكثيفه؟ بقول عدم استخدام الآلات الزراعية. وده يا ولاد ترتب عليه حاجة تاني، لما بقيتش قادر ان انا استخدم الآلات الزراعية اصبحت محتاج ان انا يكون عندي كثافة في العمال، محتاج يكون عندي عمال كتير، لان انا بدل ما استخدم الآلات بدلتها بالايدي العاملة. يبقى انا عندي في الزراعة الكثيفة بتحتاج لايدي عاملة وفيرة، بتحتاج لايدي عاملة ايه؟ كتير. استخدام الآلات الزراعية والطرق العلمية الحديثة في الزراعة التجارية. هقول له زيادة الإنتاج. بس أنا عندي في الزراعة العلمية الحديثة لما قدرت أستخدم الآلات واستخدم الأساليب العلمية قدرت إن أنا أزود إنتاجي. معرفة الإنسان للزراعة منذ أقدم العصور، تمام؟ بقول أدى إلى معرفة الاستقرار.
تمتعت آسيا بمناخ حار وتربة خصبة خفيفة وهواء رطب وأمطار غزيرة. ايه اللي ترتب على كده؟ بقول زيادة إنتاج القمح وقصب السكر. ايه العلاقة اللي موجودة ما بين البرازيل وإنتاج السكر؟ بقول البرازيل أولى الدول في إنتاج السكر من محصول قصب السكر. يبقى أكتر دولة بتنتج السكر من قصب السكر هي دولة البرازيل. دولة تايلاند وإنتاج السيارات. تمام. بقول إن عندي أولى الدول في إنتاج إطارات السيارات دولة تايلاند. يبقى أنا عندي أولى الدول في إنتاج إطارات السيارات هي دولة إيه؟ تايلاند، لأنها أولى الدول في إنتاج إيه؟ المطاط. يبقى أنا عندي أولى الدول في إنتاج المطاط هي دولة تايلاند. تمام. وبالتالي نتيجة لكده بقت هي أولى الدول في إنتاج إطارات السيارات، فبالتالي بقى في علاقة مشتركة ما بين تايلاند وما بين السيارات في العالم. نيجي بقى هنا نتكلم، تتوقع في أي ظروف تستطيع مصر زراعة الشاي؟ بقول في وقت عندما يصبح ان درجات الحرارة عندي مرتفعة، لان انا عندي الشاي بيحتاج لدرجات حرارة مرتفعة. تمام. تتساوى مصر في الزراعة التجارية او تتوسع مصر في الزراعة التجارية. امتى مصر تتوسع في الزراعة التجارية؟ هقول 1 عندما تتوسع في المساحات المزروعة واستخدام الأساليب العلمية. يعني أنا من الآخر كده بقول لك أنت إزاي أو إمتى تقدر تبقى دولة تجارية أو دولة بتزرع لهدف تجاري؟ إمتى؟ لما هتوسع في المساحات المزروعة بتاعتي وفي نفس الوقت إن أنا أستخدم الأساليب إيه؟ العلمية نفسها. ازاي مصر تكون دولة عندها اكتفاء ذاتي في الغذاء؟ ان انا يبقى عندي اكتفاء ذاتي في الغذاء انا محتاج اول حاجة التوسع في الزراعة، وبرضه هستخدم الاساليب العلمية. يبقى انا عندي هحتاج ان انا اتوسع في الزراعة ومحتاج ان انا برضه استخدم الاساليب ايه؟ العلمية. وهزود عليهم كمان الزراعة بشكل مكثف. يبقى انا هزود عليهم ان انا احتاج ان انا ازرع بشكل ايه؟ مكثف. السبب وراء صعوبة استخدام الزراعة العلمية في وادي النيل والدلتا؟ بقول بسبب ضيق المساحة. ان المساحة نفسها عندي في الوادي والدلتا ضيقة، فبالتالي انا مش قادر ان انا استخدم الاساليب العلمية ايه؟ الحديثة. ماذا يحدث إذا طبقت الدول النامية الأساليب العلمية الحديثة في الزراعة؟ تتحول إلى دول منتجة للزراعة العلمية، وكمان حدوث اكتفاء في الغذاء. هيقدروا انهم يعملوا اكتفاء في ايه؟ في الغذاء. ماشي. طيب احنا كده اتكلمنا على الاسئله المهمه عندنا في الدرس الاول في الوحده الاولى. تمام. احنا كده حلينا التدريبات اللي موجوده عندي. استنوني ان شاء الله هنحل كمان تدريبات كتاب الامتحان، ومع القيصر انت في امان الى يوم الامتحان. طلابي وحبايبي وحشني جدا وهتوحشوني للحصه الجايه.